تصريحات روبن فان بيرسي بعد مباراة فينربخشة البارح اللي ماركا فيها انيس حاج موسى راح تخلي انيس ماشي يجبد بزوج، راح يولي يجبد بربعه، باسكو عطاه واحد الثقه ماشي نورمال. روبن فان بيرسي قال لك باللي لديه امكانيات ولديه لبنه بامكانها ان تجعله افضل قائد في الفريق وقائد الفريق مستقبلا، اضافه الى انه امكانياته راح تخليه واحد من افضل اللاعبين في الدوري الهولندي وافضل اللاعبين ربما في اوروبا. هنا تتاكد بلي انيس حاج موسى ما حبش يروح لبنفيكا على جال المدرب روبن فان بيرسي وعلى الثقه اللي راه عاطيها له، راه مخليه نجم الفريق، وهو ما تاتى البارح وما شفناه في مباراه فينربخشة اللي ماركا في الدقيقه الاخيره في الملحق المؤهل لدوري ابطال اوروبا. اللي راه يشوف المباريات تاع انيس حاج موسى في الفترات التحضيريه راح يتاكد من كلامي 100%، لانه انيس حاج موسى طريقه اللعب تاعو والثقه اللي ولا يلعب بها بالكره في الملعب ماشي نورمال، ماشي هذاك اللاعب الخواف، يعني عنده على من يتكل. متاكد باللي فان بيرسي راه داعمه 100%، حتى ويغلط راح يعطي له فرص وراح يخليه من نجوم الفريق. هذا هو العامل تاع الثقه اللي يخلي لاعب طافي، لاعب ما عنده حتى معنى في الفريق، يرجعه سوبر ستار كما حدث مع رافينيا. ايماجيني انت يا مدرب يعطيك كامل هذه الثقه وزيد انسيستي، قعد غير ينسيستي باش تريح في الفريق وما تنتقلش النادي بنفيكا. عرض 25 مليون يورو، رقم ضخم جدا لفينورد مقارنه بالدراهم اللي شراوه به من عند فينيتس ارنهيم. يعني والله متفائل جدا بهذه التصريحات اللي قالها روبن فان بيرسي على انيس حاج موسى، وانيس حاج موسى راح نشوفه باذن الله يتفوق وراح يكون من افضل اللاعبين في الدوري الهولندي، لانه سبق وان مدحه بيب غوارديولا. مورينيو البارح كان يلعب امامه وشافوا كيفاش كان يتحرك وكيفاش في الاخر سجل هذاك الهدف. ما زالت مباراه الاياب كونتر فينربخشة في تركيا تحت انظار مورينيو، وربما يساهم في تاهل فريقه والمشاركه في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، واللعب تحت انظار اكبر المدربين في اوروبا، خاصه انه ارني سلوت تاع ليفربول كان مقبل كان مدحه، هو اللي جابه النادي. فينورد راح يزيد عليه الانظار، راح يكون من افضل اللاعبين ان شاء الله. ان شاء الله يتفوق وان شاء الله ما تكونش يعني شعلة برك وراح تطفى، ان شاء الله يواصل على هذه الوتيره. ربما ما زالت هناك كاس افريقيا قادر يزيد يتطور فيها ويقدم فيها مستويات مميزه، نتمنى له التوفيق لانه لاعب ممتاز جدا، خاصه في ظل الثقه الكبيره التي يحظى بها من طرف مدربه روبن فان بيرسي، اللي راح يخليه ربما من افضل اللاعبين في هولندا.